السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد الأيام الأخيرة حنا كنشافو وسائل التواصل الاجتماعي كنلقاو الكل يتحدث عن الفكر النسوي أو حقوق المرأة أو الفكر الغربي أو المساواة أو كل شيء له علاقة بالمرأة. هاد المرأة للاستعمار الغربي أو يعني الغرب بشكل عام تيحاول يفسدها. علاش يفسدها؟ لأن للأسف يحاولون القضاء على المجتمع الإسلامي أو على تماسك المجتمع الإسلامي من خلال استهداف المرأة، لأن المرأة هي المصنع أو التربة أو المشتل الذي يصنع فيه الرجال. ومن بين هذه الأفكار اللي تسربت لنا هو أنه بزاف ديال النساء أو لا بين قوسين أشباه الرجال اللي كيطالبوا في المساواة بالإرث، يعني تورث بحال المرأة بحال الرجل، وهذا ماس خطير بالدين الإسلامي. وكذلك من وسائل يعني تشويش على تماسك المجتمع الإسلامي هو تحرر المرأة في اللباس. وحنا كنلاحظوا يعني مؤخرا سواء النساء أو بنات يعني إناث بشكل عام أن حتى اللباس ديالهم ماذا يشير إلى انعدام الحياء. ونحن نعلم علم اليقين أن الحياء شعبة من الإيمان. ومن كذلك من وسائل جس النبض هو أنه مؤخرا يعني في وسائل التواصل الاجتماعي استضفوا واحد سميها مؤثرة، سميها ما شئت، يعني كتقول لهم أنها ما تقبلش تزوج بواحد تقل منها في الصالير، يعني قل من 6000 درهم. يعني سبحان الله. وهنا يريدون يعني فرض رأي المرأة في الزواج، ولهذا يدفعون المرأة يعني بشكل غير مباشر إلى عدم الزواج وأخذ الحرية وممارسة العلاقات الجنسية خارج الزواج، ويطالبون بالعلاقات الرضائية. يريدون الوصول بنا إلى ما وصل إليه المجتمع الغربي من انحطاط في الأخلاق. فمثلا وأنت تشاهد برامج أمريكية ترى زوج وزوجة يأتيان إلى المحكمة لإثبات يعني أبوة طفل، فتأتي المرأة مع زوجها وثلاثة من عشاقها أو أربعة ليجروا تحاليل ADN حتى يرون من هو الأب الحقيقي لهذا الطفل. سبحان الله. كذلك ماذا يفعلون؟ يؤسسون جمعيات بتمويلات مالية ضخمة هدفها يعني تفريق المجتمع، وذلك بإظهار المرأة مظلومة والمرأة عبدة، ويقولون لها عليك أن تتحرري من الزواج ومن زوجك وأن تعيشين الحرية. وأنا أقول للنساء المغربيات يعني أغلب نساء الجمعيات هن نساء فاشلات غير متزوجات، غير ناضجات، ليس لهن أبناء ولم يعرفن الزواج، بل أغلبهن مطلقات. أقولها بكل صدق، يعني أغلب نساء الجمعيات، يعني هذه حقيقة، فلا داعي للسير وراء السراب. ولهذا نقول قولا واحدا: فالحكم والفيصل بين المرأة والرجل هو الدين، وليس أقوال السفهاء والفكر الغربي الفاشل الذي دمر مجتمعاته وأراد أن يدمر المجتمع الإسلامي. نقول لكم أن الحل الأول والأخير هو الشريعة الإسلامية ولا شيء غير ذلك. فلا يغرنك تغرير الجمعيات وكثرة القيل والقال، فوالله العظيم ما هي إلا حياة واحدة وعمر واحد، وينتهي بنا المطاف في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر جهنم. اللهم نسألك العفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.